السلام عليكم. في المباراه النادي الاهلي بيضيع فيها اهداف بالجمله، بيتعادل مع بتروجيت وبيضيع عليه نقطتين مهمين جدا في جدول الدوري. مباراه شفنا فيها اداء كويس ولكن كان فيها برضو مشاكل لسه ما اتعالجتش. اسمع على محمد ويلا بينا. شوط اول متوسط الاداء وخرجنا فيه متاخرين بهدف من خطا الدفاع ومحمد الشناوي، وشوط ثاني كان الاداء جيد واحرزنا فيه هدف التعادل ولكن ضيعنا فيه اهداف بالجمله. لسه في مشاكل لازم تتعالج وكنا اتكلمنا عنها قبل كده. اول مشكله وهي الكرات العرضيه والثابته. النهارده هدف بتروجيت جه من كره ثابته وبشكل ساذج جدا، خطا من الراجل اللي كان ماسك حامد حمدان، واللي بالمناسبه انا ما اعرفش هو مين، وده بسبب ان حامد حمدان اصلا طلع لوحده ولعب الكوره بكل اريحيه. الدفاع في الكرات الثابته لازم المان تو مان يكون في ظهر الخصم مباشره علشان ما يدلوش اي اريحيه انه يلعب الكوره، وخطا الشناوي علشان الكوره اصلا كانت بعيد عنه جدا، ولو خد قرار الطلوع كان لازم يطلع من بدري. المشكله الثانيه هي الضغط واسترجاع الكوره، الضغط واسترجاع الكوره، ودي اتكلمنا عنها كتير جدا. واللي انا مش فاهمه الراجل ليه بيسيب الخصم يطلع بالكوره براحته ويوصل لحد جونك. النهارده كان في موقفين لنفس اللاعب وهو حامد حمدان. الموقف الاول فضل ماشي بالكره لحد ال 18 لحد ما زميله طلع له ولعب الكره لزميله انفراد، ولولا زميله انه استلم غلط كانت الكره هتبقى هدف. الموقف الثاني فضل ماشي بالكره على الخط لحد ما زميله اللي جاي من اخر الملعب طلع له وبعد كده لعبها له، وكل ده بدون اي ضغط من لعيبه النادي الاهلي. انت متخيل؟ بالنسبه للتشكيل انا مش فاهم ليه جراديشار قاعد دكه وبيلعب بطاهر مهاجم. زي ما اتكلمنا عن السلبيات والمشاكل كان في برضه ايجابيات النهارده من الراجل. النهارده شفنا استحواذ جيد وفعال وجمل تكتيكيه وثلاثيات ما بين اللعيبه، والراجل بدا يعمل شغل كويس، بس محتاجين مهاجم قوي علشان يترجم كل الشغل ده لاهداف. بالنسبه للتغييرات النهارده ما عملتش اي اضافه. نزول عبد القادر مكان بن شرقي ده طبيعي، وده لان بن شرقي اصلا ما بيكملش ال 90 دقيقه بنفس القوه، لكن تريزيجيه باقل مستوى ليه احسن من اي حد على الدكه وما كانش يطلع خالص الا بقى لو في اجهاد او اي شيء تاني. لازم نثني على بن رمضان. بن رمضان النهارده عمل ماتش كويس جدا دفاعيا وهجوميا، وهو كمان اللي عمل الاسيست اللي احرز منه جراديشار هدف التعادل. يكمل بنفس المستوى مع عوده امام باذن الله. في وجود ديانج ومروان عطيه هيكون عندك نص ملعب قوي جدا. في الاخير تعادل بالنسبه لي خساره، ولكن باذن الله الاهلي قادر يعوض ده الفتره الجايه ويعالج كل المشاكل اللي موجوده. ده كان فيديو النهارده، اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وفعل الجرس علشان يوصل لك كل جديد، وما تنساش تدعي لاخواتنا في كل مكان. صلى على حبيبك النبي. سلام.